مسجد الحسن الثاني تحفة معمارية تطل على المحيط. أعجوبة المغرب بين البحر والسماء. على حافة المحيط الأطلسي يقف مسجد الحسن الثاني شامخا كتحفة معمارية تروي قصة الإبداع المغربي. بنيته الفريدة، تفاصيله الذهبية، ومأذنته التي تكاد تلامس السحاب جعلته أحد أهم مساجد العالم. فما سر هذه الأعجوبة؟ لنكتشف معا. مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء المغرب هو أحد أبرز المعالم الإسلامية في العالم، وأكبر مسجد في إفريقيا بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. بني فوق مياه المحيط الأطلسي ليصبح أيقونة تجمع بين الأصالة المغربية والحداثة المعمارية. 1. التصميم المعماري الفريد. المنارة الشامخة يبلغ ارتفاعها 210 أمتار، الأطول في العالم، مزينة بزخارف الفسيفساء المغربي الزليج والخط العربي. تحتوي على ليزر يشير نحو الكعبة ليلاً. السقف المتحرك. سقف متحرك يفتح خلال 5 دقائق ليدخل الهواء ونور السماء إلى قاعة الصلاة. المواد المستخدمة: استخدم الرخام الإيطالي، الخشب المنقوش، والنحاس المطروق في التفاصيل الداخلية. 2. الموقع والرمزية. على حافة المحيط. جزء من المسجد مبني فوق الماء، حيث ترى أمواج المحيط من خلال أرضية زجاجية في الطابق السفلي. يقال إن الفكرة مستوحاة من آية قرآنية: وكان عرشه على الماء. رمز للوحدة. بني المسجد بتبرعات من الشعب المغربي ليصبح رمزاً للتراث الإسلامي والإنجاز الوطني. 3. التقنيات الحديثة. تسخين أرضي. الأرضية مزودة بنظام تدفئة لتوفير الراحة في فصل الشتاء. مئذنة ذكية تحتوي على مصاعد وسلالم للوصول إلى قمتها. 4. حقائق مدهشة. شرطة البناء في الماء. بناء مسجد فوق الماء لم يكن سهلاً. واجه المهندسون تحدياً كبيراً في بناء الأساسات فوق الأمواج باستخدام تقنيات مضادة للتآكل. الزخارف اليدوية. أكثر من 6000 حرفي مغربي عملوا لسنوات على النقوش والزخارف. الاستقبال العالمي. المسجد مفتوح لغير المسلمين في أوقات الزيارة، مما يجعله جسراً للتواصل الثقافي. مسجد الحسن الثاني ليس مجرد مكان للعبادة، بل تحفة فنية تعكس عراقة الحضارة المغربية وروعة الهندسة الحديثة. إذا زرت المغرب، فلا تفوت فرصة رؤية هذا الصرح الذي يضاء ليلاً كجوهرة على المحيط الأطلسي. مسجد الحسن الثاني ليس مجرد مبنى، بل شاهد على عظمة الفن والعقيدة. فهل زرت هذا المسجد من قبل؟ أخبرنا في التعليقات بأجمل ما لاحظته هناك، ولا تنس مشاركة الفيديو ليعرف الجميع أسرار هذه التحفة. شكراً على المتابعة.